بصفتك مواطن انت تخلص ضرائب باش تتحصل في المقابل على خدمات عمومية، وهذا يعطيك الحق باش تعرف الدولة اش تعمل بفلوس. فما خدمات عمومية تنجم تراهم بعينيك، مثلا السبيطارات، الأمن، البنية التحتية، العدالة. أما فما زادة خدمات عمومية عندها نفس الأهمية وما تنجمش تشوفها، مثلا الدفاع الوطني، السلك الدبلوماسي، المالية العامة. قداش يتكلفوا؟ شكون ياخذ الفلوس باش يوفر الخدمات هذه؟ كيفاش تتصرف الفلوس هذه؟ يا هل ترى الفلوس هذه باش يبنيو بها مدارس وسبيطارات في جهتك؟ زعما المدارس والسبيطارات هذه باش تكون مركزة مليح وتتبنى بالمعدات الصحيحة؟ الأجوبة نلقاوهم في قلب ميزانية الدولة. ميزانية الدولة تتكون من موارد ونفقات. الموارد تجي من الأداءات اللي تخلصها على كل حاجة تشريها، من الضرائب على دخل الأشخاص الطبيعيين وإلا على الشركات، ومن مصادر دخل أخرى كما المعاليم الديوانية ومداخيل النفط. النفقات بصفة عامة تتمثل في نفقات التصرف كما شهرية الموظفين، الدعم، خدمة الدين، ونفقات التنمية كما تسديد أصل الدين، الاستثمارات المباشرة، الدعم للمؤسسات العمومية. توا سنين من اللي الدولة التونسية تصرف أكثر من اللي تدخل، وهذا ينجر عليه عجز في الميزانية، والعجز هذا كريدي لازم تخلصوا الأجيال القادمة. هذاك علاش لازم نحدوا من الكريدي هذا، ويكون عندنا استثمارات إنتاجية تخلق الثروة، ومداخيل مستقبلية تخلينا نخلصوا الكريدي. يقول القائل: يا أخي المواطن ينجم يبدل حاجة في القرارات اللي تهم ميزانية الدولة. في كل بلاد ديمقراطية الحكومات تنشر المعطيات الكل المتعلقة بالميزانية باش يكونوا المواطنين على علم بموارد ونفقات الميزانية، وهكا ينجم كل مواطن يعطي رأيه في توجهات الدولة وفي نتائج النفقات هذه، وخاصة في جودة الخدمات العمومية اللي يتحصل عليها. وهذه معلومات تصلح برشا لتحسين الخدمات العمومية. رغم المجهودات الكبيرة اللي تعملت في الفترة الأخرى فيما يخص تبسيط ونشر المعطيات على الانترنت، يقعد الوصول للمعلومات اللي تهم الميزانية في تونس وفهمها صعب على مجموعة كبيرة من التوانسة. اليوم وزارة المالية تحل منظومتها المعلوماتية عن طريق بوابة الميزانية المفتوحة الجديدة، وتحط على ذمتكم المعلومات من العام إلى الخاص. موقع الويب هذا يخلي المواطن يطلع ويشارك في خيارات الحكومة عن طريق الوصول بسهولة للمعطيات الخاصة بالميزانية، والمعلومات هذه منشورة بشكل مبسط عن طريق رسوم بيانية. الاطلاع على المعطيات هذه هو حقك، أما زاد واجبك كمواطن يهمه أن المال العام يتم استعماله كما يلزم.